كلنا عندنا مشاكل مع حقن الكورتيزون لما بنزور دكتور ويقول لنا ان عندنا التهاب اوتار ومحتاجين حقنة كورتيزون، فبيبقى جوانا قلق. هل فعلا حقنة الكورتيزون هي الحل الوحيد لالتهاب الوتر؟ خصوصا ان ممكن التهاب الوتر ده يبقى سببه اصلا شغلي او وظيفتي. فانا محتاج اعرف هل ده فعلا الحل الوحيد، وهل مفيش علاج يبقى آمن ويجيب نتيجة زي حقنة الكورتيزون في الوتر، أو يجيب نتيجة أحسن وفي نفس الوقت ما يأذنيش. ده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه. معاك دكتور أحمد عبد الغني أبو سعدة، أخصائي أمراض الروماتيزم والمناعة والتأهيل الحركي. أهلا يا عزيز. لما بنزور الطبيب ويبقى تشخيصنا هو التهاب في الأوتار، بيبدأ الدكتور يعرض عليك أكتر من حل. في مريض ممكن يتعرض عليه حل حقن الكورتيزون، وده أشهر حل ممكن يتقدم. ولكن بمرور الوقت وبالأبديتس أو بالتحديثات العلمية والطبية، لقينا إن حقن الكورتيزون ممكن يأذي وبيسبب تآكل في الوتر نفسه، وفي نفس الوقت بقى فيه ما يمنع ان مثلا نحقن حقنة الكورتيزون في وتر زي وتر اكيلس. فبالتالي لما بنحقن الكورتيزون في الوتر ده بيضعف، ففي اي مجهود احنا بنقوم بيه حتى لو في النشاط اليومي بتاعنا ممكن ينفجر ونسبب مشكلة كبيرة جدا. فلذلك اتلغى، ما بقاش متاح فكرة ان نحقن الكورتيزون في وتر اكيلس. طب ايه البديل اللي ممكن يبقى امن وفي نفس الوقت مفيد ويجيب نتيجة كويسة جدا ويشيل الألم من مكانه؟ في جهاز من أجهزة العلاج الطبيعي اسمه جهاز الموجات التصادمية. أنا حابب أن أوضح فكرة الجهاز ده، لأن أنا حاسس أن الجهاز ده مهضوم حقه. لذلك المريض أولى واحد أن هو يبقى فاهم أن جهاز الموجات التصادمية ممكن يغنيه عن حقنة الكورتيزون، وفي نفس الوقت ما يتسببلوش في نفس المشكلة بتاعت الأعراض الجانبية لحقن الكورتيزون لو دخلت الجسم. فالموجات التصادمية بتقدم حل عظيم جدا في مشاكل التهابات الأوتار وغيره. في حاجات تانية برضو بيحل وبيقوم بيها. أنا عايز أقول لكم إن هو ممكن يساعد على التخسيس برضو. ولكن جهاز الموجات التصادمية لما بيشتغل على التهاب وتر بيقوم وبيدي نتائج عظيمة جدا، وفي نفس الوقت ما بيعملش المشاكل اللي بيعملها حقن الكورتيزون. هو جهاز بيقدم موجة طولية تضاغطية بتشابه الموجة بتاعة الصوت. الجهاز ده لما بيطلق الموجة دي على نسيج معين، طبعا النسيج بيتكون من خلايا، والخلايا جواها أنوية. كل خلية فيها نواة، النواة بترد على الموجة اللي بتتعرض لها بإنها تنشئ أوعية دموية جديدة. وهو ده الطريقة الرئيسية اللي بيشتغل بيها جهاز الموجات التصادمية. زيادة المرونة اللي ممكن تيجي للنسيج اللي بيتعرض للموجة التصادمية، لأن الموجة التصادمية المفروض إن هي منقسمة لشقين: شق إيجابي من الطاقة بيتعرض لها النسيج، وشق سلبي، بمعنى المفروض إن الطلقة اللي بتتحرك داخل الماسورة بتاعة الجهاز نفسه وفي نفس الوقت بتضغط الأنسجة اللي بتقابلها، هي نفسها بتعرض جزء للطاقة إيجابي بتقدمه للنسيج، وجزء سلبي. الجزء الإيجابي ده مسؤول عن إن هو يخلي الأنسجة تنتج أوعية دموية جديدة، فبالتالي تزود الدورة الدموية في المنطقة، فبالتالي تعلي معدل الحرق في المنطقة. معدل الحرق اللي هو معدل الأيض الغذائي للأنسجة في المنطقة دي. والجزء السلبي من الموجة هو نفسه اللي مسؤول إنه يحرر الوتر من الالتهاب اللي هو فيه. لما بيحصل الالتهاب المزمن بتبدأ الأنسجة تدافع عن نفسها بإنها تبني نسيج ليفي على الالتهاب ده، فبالتالي الجسم يبدأ يتجاهله. الجزء السلبي من الموجة اللي بنتعرض لها هو نفسه اللي بيحرر الأنسجة من النسيج الليفي اللي بقى موجود أو التليف اللي بقى موجود، فبالتالي بيرجع مرونة النسيج الأصيل لطبيعتها أو لجزء من طبيعتها، ولكن جزء كبير جدا بيوصل لغاية 80%. طيب أنا دلوقتي برضو استفدت إيه؟ استفدت إن بقى فيه من الجزء الإيجابي للطاقة اللي تعرض لها النسيج اللي كان فيه المشكلة بقى متحرر، وبقى فيه أوعية دموية جديدة تقدر تغذي المنطقة، وبقى فيه سرعة للدورة الدموية في المنطقة. وفي نفس الوقت النسيج الليفي أو التليف اللي بقى موجود على الالتهاب المزمن اتحرر وتخلصنا منه. بقى فيه مرونة جديدة للوظيفة بتاعت الوتر.
من اكتر النقط اللي يهمني ان المريض يبقى عارفها عن الموجة التصادمية وهو رايح يعملها، من ضمن استجابة النسيج الاصيل اللي بيتعرض للموجة التصادمية ان الانوية بترد بانها تصنع مواد كيميائية مسببات للألم. فبالتالي المريض وهو بيعمل جلسة الموجة التصادمية هيلاقي ان بقى بيحس بوجع رهيب، والوجع ده ما ينفعش ياخد له مسكن ولا مضاد التهاب، لان لو خدت مسكن او مضاد التهاب، مضادات الالتهابات والمسكنات هتوقف شغل الأنوية اللي تعرضت للطاقة من الموجة التصادمية. فإحنا محتاجين نتعاون مع الجهاز ونتعاون مع الجلسات في إن إحنا ما ناخدش مسكنات ولا مضادات التهاب أثناء الجلسات. المفروض إن طريقة الجلسات بتبقى جلسة كل أسبوع، في أنسجة بتستقبل الجلسات دي جلسة كل 5 أيام، وفي أنسجة بتستقبل الجلسات كل 10 أيام. فلما حطينا مبدأ عام قلنا كل أسبوع لأسبوعين، جلسة كل أسبوع لأسبوعين، وفي نفس الوقت ممنوع إن أنا أخد مسكن طول فترات الجلسات. النقطة دي فيها خلاف لغاية النهاردة، في أطباء بيقولوا إنها عادي مفيش مشكلة إن المريض ياخد مسكن، وفي أطباء بيقولوا وأنا واحد منهم بصراحة ما بشجعش إن المريض ياخد مسكن أثناء الجلسات، لأن أنت بتقلل من نسبة رد فعل النواة تجاه الموجة التصادمية. طيب يا دكتور أنا هعمل كام جلسة مثلا عشان أحس بتحسن؟ أنت بتبدأ تعمل من 3 ل5 جلسات، جلسة كل أسبوع على نسيج وليكن مثلا وتر زي وتر أكيلس بقى فيه التهاب، والدكتور طلب منك إنك تعمل موجات تصادمية. بنبدأ من 3 ل5 جلسات، وممكن لغاية 7 جلسات، بس ما ينفعش أكتر من كده. ممكن لو مرتحناش نهائي بعد حتى 7 جلسات بناخد بريك شهر ما نعملش جلسات خالص، وممكن نعيد الموضوع تاني وتالت. يعني ممكن يتعاد الموضوع لمدة 3 مرات عشان التهاب الوتر يستجيب. فانت لو عندك التهاب اوتار في ايا كان المكان في جسمك مفيش اي مانع ليك انك تعمل الموجات التصادمية الا موانع معينة. ايه هي موانع الموجات التصادمية واللي تخليني ما ينفعش اعمل موجات تصادمية؟ اول حاجة اني اكون باخد ادوية سيولة. تاني حاجة ان يبقى عندي مشكلة بالفعل بجانب النسيج اللي فيه المشكلة وبتمنعني ان انا اخد الموجة التصادمية. زي ايه؟ زي مثلا خراج، زي مثلا كسر وفي شرايح ومسامير، ممنوع ان اعمل الموجة التصادمية على خراج او بعد شر سرطان او شرايح ومسامير، ممنوع تماما. او ان احنا نعمل الموجة التصادمية على جرح مفتوح، وجرح مفتوح ده يعني جرح بينزف غير قرح، لان هو بيتم استخدامه في علاج قرح زي القرح مثلا ما بعد الدوالي اللي هي عواقب الدوالي، لما بيبقى فيه قرحة اسفل الساق بنحتاج ليها الموجة التصادمية. بنحط الجهاز على الاطراف بتاعت القرحة بحيث تنتج انسجة جديدة بدل ما هي متليفة وخلاص الموضوع يعني بيبقى سبب للسرطان، عافانا وعافاكم الله. فأنا حابب أوضح النقطة دي إن ممنوع إن احنا نستخدم الجهاز بتاع الموجات التصادمية على جرح بينزف نزيف فريش، ممنوع. برضو ما ينفعش نستخدم جهاز الموجات التصادمية على رحم سيدة حامل في جنين، ممنوع. على منطقة الصدر، لأن من ضمن النقط اللي بتحصل مع الجزء السلبي من الطاقة بتاع الموجة التصادمية هو ان ممكن يحصل فقاعة ضغط سلبي. دي مفيدة بس في اماكن معينة مش في كل الاماكن، فلو حصلت مثلا في منطقة زي الرئة لا كارثة. الطاقة برضو الايجابية، الطاقة الموجبة اللي بتتنقل من الجهاز نفسه بتدخل لو دخلت الرئة برضو غلط، ما ينفعش. ممنوع طبعا يتحط على العين، وممنوع يتحط على الجمجمة. وفي برضو نقط كتير ممكن تبقى موانع، ولكن يعني خلينا نبدأ بدول لأن دي الحاجات الشائعة. ايه هي دواعي الاستعمال بتاعت الموجة التصادمية بقى؟ أول حاجة التهاب الأوتار. جسم العضلة نفسه بيرتبط بالعظم ببداية ونهاية، البداية بتاعت العضلة والنهاية دول أوتار، فإذا هو جزء من العضلة ولكن هو مكان التقاء العضلة بالعظم. فمكان التقاء العضلة بالعظم اللي هو الوتر لما بيلتهب بنستخدم فيه الموجة التصادمية. فمثلا على سبيل المثال الكوع، في كلمة كلنا سمعناها اللي هو التهاب وتر كوع تنس اللي هو تنس إلبو أو جولفرز إلبو. لو من بره بيبقى كوع تنس، لو من جوه بيبقى كوع جولف.
من ضمن برضو الاوتار اللي بتلتهب وبنعالجها بالموجات التصادميه هو وتر ديكيرفان تينوساينوفايتس، اللي هو الوتر الباسط للصباع الكبير. الوتر ده بيتعمل له برضو موجة تصادمية لما بيحصل فيه التهاب، يبقى انا عندي كوع تنس ويبقى عندي التهاب بتاع وتر ديكيرفان اللي هو الباسط للصباع الكبير. برضو ممكن نستخدمه في التهاب الاوتار بتاعة الحوض، اي وتر عند الحوض، بس اهم حاجة ما نقربوش من الاعضاء التناسلية. اي وتر المفروض لما بيحصل له التهاب بنتعامل بيه بالموجة التصادمية، ولكن لاخواتنا وزمايلنا دكاترة العلاج الطبيعي الموجة التصادمية لو انت شغال راديال شوك ويف، الراديال شوك ويف بتدي لك حاجة اسمها ماينس 6 ديسيبل على بعد 8 ملي، دي لاخواتنا بس دكاترة العلاج الطبيعي. فانت ما ينفعش تقرب من اي مكان محظور عليه الموجة التصادمية ببعد 8 ملم، اللي هو يعني خلينا في الامان يبقى سنتي، ما تقربش بسنتي وخليك بعيد بمسافة سنتي، واشتغل زي ما انت عايز، ابعد سنتي عن النسيج المحظور عليه انه يشوف الموجة التصادمية، واشتغل براحتك. وخدها قاعدة عامة، التهاب الاوتار في الجسم بالكامل. التهاب اللفافة الاخمصية هو سبب الالم في الكعب الرئيسي اللي احنا بنسميه للاسف الشوكة العظمية. الشوكة العظمية ما هياش من مسببات الوجع في كعب البني ادم. عايز اقول لك انت في اكتر من 20 سبب لالام الكعب، الشوكة العظمية مش منهم. الشوكة العظمية مش سبب للألم. يعني مثلا في موقف اتعرضنا له، دكتور زميلي أخصائي علاج طبيعي كان بيكلمني بيقول لي دكتور العظام باعت لي المريض بيقول له اعمل له جلسة الموجة التصادمية على الشوكة العظمية، وأنا عامل له أشعة قبل مشخص بيها الشوكة العظمية، وهعمل أشعة بعد الجلسات عشان أتأكد إن الشوكة العظمية اتفتتت. فبيقول لي أرد على دكتور العظام أقول له إيه؟ قلت له لا، قول له إحنا هنعمل رنين مغناطيسي قبل نتأكد ان اللفافة الأخمصية اللي هي فرشة القدم هي نفسها اللي فيها الالتهاب وفيها عناصر الالتهاب بالكامل وبتبقى واضحة تماما في الرنين. وهنعمل رنين بعد الجلسات، لو حضرتك حريص انك تتأكد هتلاقي عناصر الالتهاب نفسها اختفت والمريض حس بتحسن. ولكن انا متأكد ان المريض اصلا مش هيعمل رنين لو ارتاح. الموجة التصادمية فكرتها بالكامل ان هي بتحول الالتهاب المزمن لالتهاب حاد. الالتهاب المزمن اللي الجسم تجاهله وعمل عليه تليفات بحيث يحد من الألم ومن مشكلة الألم، والألم بقى بيزور صاحبه على فترات متباعدة، الجهاز بتاع الموجة التصادمية هو بيحيي الألم في المنطقة لأنه بيحدث التهاب حاد. فالتهاب الحاد هو بينبه الجهاز المناعي والجسم انه يتعامل مع المشكلة، والجهاز الموجات التصادمية بيساعد الجهاز المناعي في انه يحرر الوتر من التليفات اللي بقت موجودة، وفي نفس الوقت يزود مرونته ويزود الدورة الدموية في المنطقة اللي بيتعرض لها. فلما انت هتزور طبيبك ويعرض عليك ان حقنة الكورتيزون هي حلك لعلاج التهاب الاوتار اللي هو مشكلتك، فانت ممكن تناقشه في فكرة الموجة التصادمية وتاخد رأيه فيها. لو كان ما عندكش اي مرض يمنعك من الموجة التصادمية فهو بديل آمن جدا. فكرة عامة كده عن جهاز الموجات التصادمية كحل آمن وبديل فعال جدا لحقن الكورتيزون. وربنا يعافينا جميعا في حفظ الله وفي امان الله. شكرا.